قلتليش في ناكل ايه في بسكارة 1-0. بسكارة كان بطولة اللي هم بيعملوها دايما كده بطولة بحر الأبيض. أما الجيش لا فيها علي بكر وكينزو. فبتاعت 1-0 دي من أول بس دولة يلعبوا. وعملت بس ما شاء الله فريدة والجيلة بقى. ما شاء الله. ربنا يديك الصحة يا كابتن. يلا. ولاء حافظ. حضرتك صرحت وقلت ان مانويل جوزيه لا يستحق افضل مدرب في افريقيا، لماذا؟ مانويل جوزيه افضل مدرب. ان هو لا يستحق انه يكون افضل مدرب. غرق النادي. غرق النادي. السبب ان هم النادي الاهلي مع فلوس. كويس. طيب بيختار اللعيبه زي ما يكون قاعد سوبر ماركت عايز يعني واخد 6 من الجماعه بتوع بعدين. ايامنا احنا بقى كنا من الاشبال درجه اولى، ولعيبه النادي الاهلي هم اللي بيلعبوا، ولو جابوا واحد من بره بقى فيه خوالات. لما اللي جاب 8 من بره. بس هي فترة البطولات يا كابتن، يعني هي فكرة الفترة اللي الأهلي جاب فيها بطولات هي بتاع جوزيه للناس مثلا. هي دي الفترة اللي عمل فيها البطولات الأهلي. احنا جبنا 10 بطولات دوري ورا بعض. و6 كاس. وفي ايه؟ فرقة طلعت عبد الحميد وجميل عبد الحميد. طلعت عبد الحميد كان بيجيب اجوان فين؟ الباك بتاعي بيجيب اجوان. بس هو زمان ما كانش فيه الاحتراف، لكن دلوقتي بالنسبة للاحتراف بقى عادي، يعني هو ما يطلب لعيبة بقى عادي. بالنسبة للاحتراف الواحد بياخد 2 جنيه وبيكسب، واخد مليون ويبقى نازل مهزوز. ما هوش يعني احنا كنا بننزل الملعب يعني مش عايز اقول لك عليا انا كنت انزل الملعب من نص الملعب لغايه الجول وسقف. صالح سليم لو ما لعبش تلت الإيراد ما يجيش. يعني لو جاب 3000 يجيب 2000 صرحوية. يعني في لعيبة الأمور بيجي لها مخصوص. يجي لها متفرجين. اتفضل. يعني سؤال شخصي.